لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وكان المقصود هو إعطاء فكرة عن هذه الجامعة والتحدث عنها، عن الجامعة وأهدافها، وأنها قائمة على كتاب الله عز وجل وهو أجل ما يعنى به. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته. هذه الجامعة جامعة القرآن العظيم والعلوم الإسلامية، جامعة أنشئت لتطوير كتاب الله عز وجل، ومجتمعنا بأمس الحاجة لهذه المشاريع القرآنية المتطورة التي تخرج الأجيال وتطور المعلمين والقائمين على المراكز القرآنية. فأهيب بالجميع وبالمحسنين وبكل من يصله صوتي أن يقفوا وقفة جادة مع هذه الجامعة الفتية الحديثة، وأن يتبرعوا لبنائها وكوادرها ومعلميها، ويقوموا بحق المساعدة إن شاء الله تعالى، ففيها الأجر الجزيل، وفيها تطوير لكتاب الله عز وجل الذي هو شرف ورفعة لنا جميعا، كما قال الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أسأل الله عز وجل أن يعلي من شأن هذه الجامعة ويبارك في الجهود، وأن يوفق القائمين عليها، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق للمحسنين والخيرين من أمتنا الإسلامية والعربية أن يقفوا مع هذه الجامعة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.